ديروا قدر الله. مصطفى الطاهري اسم تستحضره الذاكرة الوجدية، واحد من صناع تتويج فريق المولودية في سنة 1976. نتمنى الشفاء العاجل لهذا اللاعب الكبير. سلامتك من سلامتك من سلامتك من سلامتك من قبل. أكيد مجموعة من اللاعبين يعانون في صمت. احتضن مدار المنزه بالرباط المرحلة الرابعة من بطولة العدوى الريفي الفيدرالي الذي تنظمه الجامعة الملكية المغربي لألعاب القوى بشراكة مع عصبة الرباط حسن الحريري وياسين المعاسي. نعود من جديد ونعتذر، تأثرنا بروبورتاج السابق للحالة الصحية لمصطفى الطاهري، حتى هشام إدريسي أيضا تأثر بعد الروبورتاج. وبطبيعة الحال دائما نفس المشكل، دائما لا نعترف بمن سبقونا إلا بعدما يمرضون أو حتى توافيهم المنية. دائما ثقافة الاعتراف لا تسود، خصوصا في كرة القدم الوطنية وحتى مختلف الرياضات. دائما حتى كنشوفوا يعني اللاعب يعني تصاب أو أنه مرض أو أنه توفى، عاد كنرجعوا نتذكروا. لماذا لا نستفيد من هذه التجارب السابقة؟ وصراحة يعني نعيش احنا يعني في زمن عز فيه الاعتراف. نعم. يعني رغم أن الموقف صعب جدا، ولكن دائما هناك إيمان بالله سبحانه وتعالى. أنا أقول الأخ مصطفى لأنه ربما تابعته عن طريق الفريق الوطني المغربي، ولكن صداقتي تربطني مع الأخ بدو الزكي، لأنه تربطه صداقة كبيرة مع بدو الزكي لما كنت يعني في الطاقم التقني لنادي الوداد البيضاوي، وكان دائم الاتصال به. يعني سلاحه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بالقدر خيره وشره، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. كنتمنى له إن شاء الله الشفاء، لوليداته إن شاء الله يمتعهم الله بالرضا ديالو ويشوف وليداته كيف ما بغى، لأنه حتى واحد ما يتمنى أن يكون في هذا الوضع ده، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى يعني أدعو له بالشفاء إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله من القائمين على الرياضة في البلد ديالنا على الأقل ينظروا للإخوان ديالنا، يعني أنهم يكونوا على الأقل في ظروف اللي تسمح لهم باش أنهم يكونوا في عيش يعني كريم. يكون أكيد هشام، أنا قلت بأن مجموعة من الرياضيين يعانون في صمت ويعانون أيضا العوز، فرجاء الالتفات لهؤلاء الرياضيين السابقين. إلى رياضة الكرة الطائرة.